السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والبث بأهم وأبرز العناوين. نسبة استخدام مياه الشرب في الإقليم عنسبة تبلغ 81%. إنجاز برامج تنموية بتضاف جهود المجتمع ودعم الحكومة في عد كوبرلو ومديرية باروى. عقد سيمينار تنويري في هيكوتا بأهمية السجل العقاري. تصعيد محدود بمضيق هرمز وترامب يؤكد استمرار الهدنة. ترامب يصف لقائه دي سيلفا في البيت الأبيض بجيد جدا. وزير الخارجية الصيني يشير إلى أن العلاقات مع أمريكا مستقرة. إلى التفاصيل. أوضح السيد رزين ولدة سي مسؤول فرع المياه أن 81% من سكان إقليم عنسبة تمكنوا من الحصول على مياه شرب نظيفة بفضل الاستثمارات الضخمة التي ضخت خلال 35 عاما من الاستغلال. وفي تصريح له لوكالة الأنباء الإريترية أوضح أنه تم تنفيذ 221 والطاقة الشمسية والمضخات اليدوية والسحب، وأن 217 قرية من أصل 292 تم تزويدها بإمدادات مياه نظيفة. وأضاف أن هدف الفرع هو استخدام موارد المياه بكفاءة وأمان، مشيرا إلى أن المناطق الريفية في إقليم عنسبة تشهد تحسنا في خدمات المياه مقارنة بالسنين الماضية. وذكر أن الإقليم يتميز بتضاريسه الوعرة والجبلية، مضيفا أن هنالك جهود حسيسة تبذل لضمان الأمن المائي مع التركيز على بناء السدود والخزانات وإدخال أنظمة الطاقة الشمسية والإدارة المتكاملة لموارد المياه، مشيرا إلى أنه سيتم المضي قدما في هذا الأمر في المستقبل. وأضاف السيد رزان أن تحديد القرى التي تعاني من مشاكل في إمدادات المياه النظيفة وترتيب أولوياتها وإجراء مساحات لمصادر المياه وحماية هذه المصادر من التلوث والتوعية بشأن استخدام المياه وإدارتها كلها من بين الأنشطة العامة للفرع. وقال إن انخفاض منسوب المياه الجوفية والملوحة وسوء إدارة موارد المياه وعدم تجميع القرى هي من التحديات الرئيسية. وفي الختام أشار إلى أن هنالك خطط لإنشاء أنظمة جديدة لإمدادات المياه في ماريات بمديرية قلب وقعر بمديرية علا برعد وعد حزباي بمديرية حلحل وجناي بمديرية أصمات وشند بمديرية عبد وعملية تحديات لتلك القائمة في أولوز وزارون وغيرها. تم إنجاز برامج تنموية شملت مشروعا لتوفير المياه النظيفة وبناء فصول دراسية إضافية في منطقة عد كوبلو ومديرية دبارو، وبتضافر جهود المجتمع المحلي ودعم الحكومة. وأعلن خلال حفل تدشين الذي يقيم في 5 مايو عن بناء مبنى بيضم 4 فصول دراسية ومكتبا للمعلمين بمساهمة بالقوى العاملة ومالية بلغت حوالي 700 ألف نقفة. بالإضافة إلى ذلك تم إنشاء بئر ومحطة طاقة شمسية وحوض ومحطتين بتكلفة 1.7 مليون نقفة بالتعاون مع فرع المياه بالإقليم الجنوبي وإدارة المديرية للتخفيف من مشاكل مياه الشرب في المنطقة. وقد بدأ المشروع في تقديم خدماته. وقدم السكان شكرهم لكل من ساهم في إنجاح المشروع، حيث أنهم كانوا يعانون في السابق لجلب المياه. وهنأ المدير التنفيذي لمديرية دبارو السيد تخلى مريم قبر يسوس الأمهات المستفيدات من مشروع المياه وحثهن على الحفاظ عليه. من جانب آخر، وفي إطار الجهود التي يقوم بها سكان القاش بركة بأموالهم وجهودهم للتخفيف من نقص مؤسسات الخدمات الاجتماعية، قام سكان غونيه ببناء غرفتين إضافيتين في المركز الصحي بالمنطقة حسب ما أفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية. عقد مكتب وزارة الأراضي والمياه والبيئة في إقليم القاش بركة سيمينارا يوم 5 مايو لممثلي الشعب والمؤسسات الحكومية في مديرية هيكوتا حول أهمية التسجيل العقاري وحماية البيئة. وأوضح مسؤول فرع السجل العقاري سيد سمر سيلي أن التسجيل العقاري يضم تسجيل المباني والأراضي الزراعية والمراعي ومواقع التعدين والمواقع الأثرية وغيرها من الممتلكات غير المنقولة. وقال أن القانون رقم 95 للعام 1995 إلزامي ويجرى ببذل جهود جادة لرفع مستوى الوعي العام بأهمية تسجيل العقارات.
وأوضح بأن التسجيل العقاري الذي يتبع الإجراءات الصحيحة والقانونية يضمن ملكية العقار غير المنقول للمشيد على الأراضي، مشيرا إلى أن السجل العقاري يلعب دورا هاما في ضمان حقوق وواجبات الملاك وإدارة الموارد الطبيعية وتخطيط وتنفيذ برامج وسياسات التنمية. وحث جميع الهيئات الحكومية على التزيين أنه سيساعد أيضا في حل النزاعات القائمة على الاستخدام وقضايا الملكية. وأوضح مسؤول فرع البيئة السيد هبتم قبرز جابير أنه من الضروري رفع مستوى الوعي العام بشأن التخلص من النفايات الجافة والسائلة الملوثة للبيئة والمسببة أضرارا جسيمة لصحة الإنسان والحيوان. وذكر بأن استخدام البلاستيك لم يتم القضاء عليه تماما. وذكر المشاركون بأنهم لم يسجلوا ممتلكاتهم الثابتة ولا أراضيهم الزراعية بسبب معرفتهم المحدودة بفوائد وأهمية التسجيل العقاري، إضافة إلى التأثير السلبي على البيئة بسبب نقص الوعي. ودعا مدير مديرية هيكولا السيد شيخ الدين صالح إلى الدفع بمثل هذه السيمينارات التنويرية لدورها في توضيح الأنشطة العلمية والقانونية التي يتعين تنفيذها في مجال السلام البيئي والتسجيل العقاري. قدم جائزة تنفيذ للطلاب المتفوقين في امتحان الشهادة المتوسطة للعام الدراسي 2024-2025 في مديرية تسني. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديرية السيد ملس قبري أن 35 طالب من بينهم 15 طالبة حصلوا على جائزة، وتقديم جائزة خاصة للطالبة سمراوية مبروك التي حققت 100%. وشدد مسؤول مدارس مديرية السنة السيد آدم بشير على الدور الكبير لمنح الجوائز للطلاب المتميزين في ضمان الكفاءة، داعيا إلى تعزيز العلاقة الثلاثية لأن النتائج هي ثمرة جهود الآباء والمعلمين والطلاب. وذكر مسؤول حركة المرور في شرطة السنية السيد رداء مغوس في التوضيح الذي قدمه في المناسبة للطلاب الذين تلقوا التدريب في السلامة المرورية لمدة شهر عن ثقته في قيام الطلاب بسهم كبير في السلامة المرورية من خلال التدريب الذي تلقوه. ودعا مدير مديرية السنية السيد سيوم جابري يسوس إلى تعزيز دور المجتمع في زيادة نتائج الطلاب. أقيم في مديرية بورتساو أسبوع الشباب الثقافية التعليمية الذي نظمه الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم القاش بركة تحت شعار تناغم الشباب من أجل الابتكار والحفاظ على التراث الثقافي. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع مديرية بورتساو السيد حسن محمد نور أن الأسبوع تضمن مسابقات في المعلومات العامة وفعاليات فنية وبرامج ثقافية تم تنظيمها على مستوى إدارات الضواحي. من جانبها أوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بالإنابة فرع إقليم القاش بركة السيد ماريكوس قرماسين إن الهدف هو ضمان المشاركة الشاملة للشباب من خلال إنشاء منصة لهم لتوريث ثقافتهم وتاريخهم. وقال مدير بورتساو بالإنابة سيد أرقاي مبرهة أن التجمع يتطلب التنسيق والمساهمة من جميع الجهات المعنية لكونه يلعب دورا مهما في بناء شباب أكفاء. وتم في الختام توزيع الجوائز على الفائزين. خرج مركز تدريب قوات الشرطة والأمن في دكة محرية في 7 مايو 30 من الإناث تم تدريبهن ليصبحن شرطة مرور. وصرح الرائد عندهم محاري مسؤول فرع التدريب الشرطي بالمركز بأن المتدربات تلقين دروسا نظرية وعملية في قوانين وأنظمة المرور ومراقبة الطرق والتحكم فيها والعقوبات والتحقيق في حوادث المرور ورسم مخطط مواقع حوادث المرور واستخدام أجهزة قياس السرعة ونسبة تعاطي الكحول. وأضاف أن التدريب شمل أيضا السلوك والأخلاقيات وغيرها. وأشار الرائد عندهم إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها الشرطة الإريترية دورات تدريبية خاصة بالنساء في مجال المرور. وأشاد بشرطة مرور دكة محلية تعاونها في التدريبات العملية. وفي الختام وبعد تقديم الجوائز التحفيزية للمتفوقات قال قائد الشرطة الإريترية العقيد محاري سقاي أنه من المتوقع أن تتحلى المتدربات بشجاعة والحسم في عملهن وأن يعملن بفعالية مع ضباط الشرطة المرور المنتشرين بالفعل. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن إيران أطلقت صواريخ ومسيرات وزوارق باتجاه سفن حربية أمريكية في مضيق هرمز. فيما ذكر مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن الجيش الأمريكي انتهك
وقف إطلاق النار. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أنها وجهت ضربات دقيقة لمنشآت عسكرية ومواقع قيادة وسيطرة ومراكز استطلاع إيرانية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن واشنطن لا تسعى للتصعيد في المنطقة. ومن جهته ذكر مقر خاتم الأنبياء بأن الجيش الأمريكي استهدف ناقلة نفط إيرانية وسفينة إيرانية أخرى في مضيق هرمز، مؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية ردت فورا وبقوة بمهاجمة سفن أمريكية عسكريات الشرق مضيق هرمز وجنوب ميناء شافبار. وتعليقا على ما جرى قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الضربات الانتقامية ضد أهداف إيرانية بعد هجمات إيرانية ليست سوى صفعة خفيفة، مؤكدا أن وقف إطلاق النار لا يزال قائما. وفي التفاصيل ذكر ترامب أن 3 مدمرات أمريكية عبرت بنجاح كبير مضيق هرمز تحت النيران، مبينا أنها لم تتعرض لأي أضرار. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اللقاء الذي جمعه بنظيره البرازيلي لويس دي سيلفا كان جيدا جدا. جاء ذلك في منشور قصير نشره ترامب على منصته تروز سوشيال عقب انتهاء المحادثات التي استمرت في المكتب البيضاوي. ولفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الاجتماع سار على نحو جيد جدا، ومن المقرر أن يجتمع ممثلون لمناقشة بعض العناصر الرئيسية، مبينا أنه سيتم تحديد مواعيد اجتماعات إضافية خلال الأشهر القليلة المقبلة حسب الحاجة. وكان ترامب قد استقبل الرئيس البرازيلي في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض قبل أن يتوجه إلى المكتب البيضاوي. ووفقا لجدول البيت الأبيض عقب المحادثات قضى عمل مغلق أمام الصحافة. قال وزير الخارجية الصيني وانغ يو أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة مستقرة بشكل عام رغم العديد من التقلبات والاضطرابات، داعيا البلدين إلى إيجاد سبل للمساهمة في السلام العالمي، وذلك قبل أسبوع من الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأشاد وانغ يو بالرئيسين شي جي بينغ وترامب لمساهمتهم في توجيه مسار العلاقات الثنائية في اللحظات الحرجة، وذلك خلال اجتماع مع أعضاء وفد من الكونغرس الأمريكي من الحزبين بقيادة السيناتور ستيف دينز. من جانبه اتفق دينز وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وأحد الداعمين البارزين لترامب مع هذا الرأي، قائلا إن على البلدين السعي نحو الاستقرار. كما أشاد السيناتور الأمريكي بالدور الصيني في تهدئة التوترات في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز، معتبرا أن اللقاء وانغ يو مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يعكس انخراط بكين في الجهود الدبلوماسية. اتفق زعيما تايلاند وكمبوديا على اتخاذ تدابير لبناء الثقة بهدف تعزيز وقف إطلاق النار الهش وإرساء السلام، وذلك عقب محادثات نادرة بشأن القتال الدامي الذي دار العام الماضي بين البلدين الجارين. ولا تزال القوات المنتشرة على جانبي الحدود المتنازع عليها منذ فترة طويلة، والتي يبلغ طولها 817 كيلومتر، وذلك بعد معارك جرت في شهري يوليو وديسمبر، حيث تصاعدت المناوشات بسرعة إلى قارات جوية وتبادل كثيف لإطلاق النار بالمدفعية والصواريخ. وقد رتبت الفلبين التي ستضيف اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان في جزيرة سيوبو هذه المحادثات بين رئيس الوزراء الكمبودي هون مينيو ونظيره التايلاندي أنطين جان بيكول بعد أشهر من انقطاع التواصل. وأسفرت جولة الاقتتال اللتان اتهم كل بلد الآخر ببدئها عن مقتل ما لا يقل عن 150 شخصا وتشريد ما لا يقل عن 300 ألف آخرين. عناوين النشرة مرة أخرى: ارتفاع استخدام مياه الشرب في إقليم عنسبة إلى نسبة 81%. إنجاز برامج تنموية تضاف جهود المجتمع المحلي ودعم الحكومة في عد كوبولو ومديريتي دواروا. عقد سيمينار تنويري في أيكوتا بأهمية السجل العقاري. تصعيد المحدود بمضيق هرمز وترامب يؤكد استمرار الهدنة.
ترامب يصف لقائه بسيلفا في البيت الأبيض بجيد جدا. وزير الخارجية الصيني يشير أن العلاقات مع أمريكا مستقرة. وصلنا إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.